هكلمكم في الفيديو ده عن افضل موبايل ممكن تشتريه في الفئة الاقتصادية في السوق المصري. موبايل تقدر تلعب عليه لعبة بابجي على 60 فريم، موبايل بشاشة اموليد وبيقدم كاميرا تحفة. الامكانيات دي موجودة في موبايل بيتباع في فئة ال 6000 جنيه. الموبايل اللي بنتكلم عنه هو السامسونج A15. مبدئيا كده تصميم الموبايل حلو قوي كشكل وملمس، وخامات الموبايل بصراحة يعني ما يدلوش ان الموبايل ده موبايل فئة اقتصادية. انا بصراحة يعني ما اعرفش الموبايل ده مصنوع من ايه، بس الملمس بتاع الموبايل حلو قوي. التصميم الامامي كشكل قديم شوية بس مقبول، وعامة التصميم أذواق. انت ممكن يكون عاجبك الموبايل ده كشكل وممكن ما يكونش عاجبك. من مميزات الموبايل ده انه جاي بشاشة اموليد، ومن غير كلام كتير شاشة اموليد يعني شاشة الوانها تحفة، الالوان بتكون طبيعية. وباختصار الشاشة الاموليد اللي موجودة في الموبايل ده بتكون موجودة في موبايلات ب20,000 جنيه. تاني ميزة موجودة في الموبايل ده وهي الشاشة 90 هرتز. شاشة ال A15 جاية بريفريش ريت 90 هرتز، يعني هتاخد شاشة سلسة وانت بتستخدم الموبايل، الشاشة هتكون سريعة معاك. الفئة السعرية بتاعت الموبايل ده نادر جدا لما تلاقي موبايل جاي بشاشة اموليد وجاي بشاشة بريفريش ريت عالي. في اغلب الاحيان هتلاقي الموبايلات في الفئة دي جاية بشاشة اموليد لكن بريفريش ريت 60 هرتز، يا اما جاية بريفريش ريت 90 هرتز او 120 هرتز لكن جاية بشاشة بالنوع IPS. معالج الموبايل ده هو الهيليو G99. معالج حلو قوي. الموبايل هيكون سلس وسريع معاك في الاستخدام والتصفح اليومي بفضل المعالج. وعامة اداء الموبايل مستقر بسبب السوفت وير بتاع شركة سامسونج اللي هو سلس جدا وبسيط. اداء الموبايل ده في الالعاب هيكون حلو قوي. هتقدر تلعب على الموبايل ده اغلب الالعاب التقيلة زي مثلا لعبة بابجي، هتقدر تلعب لعبة بابجي على اعدادات كويسة جدا على الموبايل ده. سامسونج A15 جاي 3 كاميرات، وبعيدا عن ارقام الكاميرات اللي هي بالمناسبة حلوة جدا وعدد الكاميرات، احنا ما بنحكمش بالحاجات دي، احنا بنحكم بالصور اللي بتطلع من كاميرا الموبايل. وعامة كاميرا الموبايل ده هتطلع معاك صور مقبولة تعرف تستخدمها على السوشيال ميديا. مش احسن حاجة بس صور حلوة ومناسبة لفئة الموبايل السعرية. بطارية الموبايل ده حلوة، جاية بسعة 5000 ملي امبير مع شاحن سريع 25 واط. البطارية كأرقام حلوة جدا، بطارية 5000 ملي امبير والشاحن السريع حلو برضو. الموبايل ده بيشحن من 0 ل 45% في 30 دقيقة، وبيشحن من 0 ل 80% في ساعة تقريبا، وبيشحن من 0 ل 100% في ساعة ونص. الخلاصة الموبايل ده حرفيا مليان مميزات، بس برضو في شوية عيوب، زي مثلا ان علبة الموبايل ده مش موجود فيها حاجة غير الموبايل. يعني انت لو اشتريت الموبايل ده هتضطر تشتري شاحن للموبايل وهتضطر تشتري جراب وسماعات، ودي مشكلة لان اغلب الناس اللي بتحب تشتري موبايلات في الفئة دي بتحب تاخد كل حاجة مع الموبايل. برضو في عيب تاني انك مثلا مش هتعرف تستخدم شريحتين وكارت ميموري مع بعض، يا اما تستخدم شريحتين يا اما تستخدم كارت ميموري وشريحه. سعر الموبايل ده الرسمي لاقل نسخه هنا في مصر 6770 جنيه، وده بصراحه سعر حلو قوي بالنسبه للمواصفات اللي بيقدمها الموبايل.